سنحلق الآن على ارتفاع أكثر من 10,000 قدم فوق مدينة أربيل لنرصد آخر التطورات التي وصلت إليها المدينة في فيلم وثائقي يحكي عن آخر الحضارات. نرصد كل شوارعها وحضارتها الحديثة. فجر جديد وحضارة تعانق عنان السماء، من كهف شاندر الذي شهد حياة الإنسان القديم قبل 110,000 سنة، إلى قلعة أربيل التي كانت بداية القصة قبل 6,000 سنة. بعدما كانت هولير قلعة صغيرة فقط، أصبحت مدينة مترامية الأطراف تبدو كشباك العنكبوت، لكنها ليست واهنة بل متراصة وقوية. صروح بنيت على شوارع مستديرة تطوف القلعة تؤدي مناسك ولاء أبدي، حتى أصبحت مدينة كبيرة تبهر الناظر وتؤسره في آخر حضارة لها. دوای ساڵی 2003 کە ئێمە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان کە تەجروبەیەکمان هەبوو لە ساڵی 92 کە ئەو خەونەی هەمان بوو بۆ فراوانکردنی شاری هەولێر و باشترکردنی کار و وزەرانی هاوڵاتیان لە ڕووی معیشەتەوە لە ڕووی هەموو سێکتەرەکان تێ خزمەتگوزاری هەوڵ درا کە زیاتر بەرنامەکانی خۆمان جێبەجێ بکەین، بەڵام ئەوژێ ئەتیمادی دەکرد لەسەر بودجەی پێویست، ئەو بودجەی کە پێویست بوو یان ئەو بودجەی کە لەبەردەست بوو. بۆیە دەتوانم بڵێم زیاتر بە تەحدیدەن لە ساڵی 2010 زیاتر پرۆژەکان لە ناو شاری هەولێر دەستی پێکرد کە ئەو کاتیش بۆ دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی حەکیمانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردایەتی حزبی لە هەرێمی کوردستان کەوا بتوانن ئەو بڕەپارەیە کە بەدەستیان دەگاتن یان لە داهاتە لە هەر بابەتێکە بتوانن لە خزمەتی هاوڵاتیان بەکاری بینن. حكاية المدينة ابتدأت من الشارع المحيط بقلعة أربيل، إذ يعد أقدم شارع في هذه المدينة، كونه يحيط بأقدم مكان على الإطلاق. نحن الآن في أول شارع في مدينة أربيل، شارع القلعة الذي يحيط بها تماما. هذا الشارع كما ترونه حاليا يبدو حديثا، لكنه حدث على عمر القلعة ما دامت هذه القلعة موجودة. كما ترون هذا الشارع بطول يتراوح إلى كيلومترين، تتفرع منه تفرعات تؤدي إلى شارع 30 متر الذي قلنا عنه وسنقول عنه بالتفصيل. بنيت أربيل على شكل مشابه للعاصمة الروسية موسكو، وهناك حكمة خلف هذا التصميم. نظام الدائرة، شبكة العنكبوت، وهي صفة لمدن القلاع القديمة مما يسهل الدفاع عنها من جميع الجهات. أو لربما أن القلعة فرضت على جميع الشوارع والأحياء المحيطة بها هذا الشكل، كونها كانت بمثابة القبلة. مرت المدينة بفترات انكماش وتوسع من وإلى قلعة أربيل في فترات قديمة ووسطى، نظراً للتهديدات التي واجهتها. مدينة أربيل بشكل دائري، لأن القلعة تقع في مركز مدينة أربيل، وبداية الحياة كانت قد بدأت من القلعة، فمع مرور الزمن وزيادة عدد السكان لم تستوعب هذه الكثافة السكانية، فاضطروا إلى النزول إلى أطراف القلعة، وعلى هذا الأساس كان التوسيع بشكل دائري. التفرعات المباشرة والرئيسة تبدأ تقريبا من الشارع المحيط لتتضح أكثر في شارع 30 مترا، لكنها ترتبط جليا في شارع 60، وهي بمثابة خطوط شعاعية تقطع الأقواس، أشبه بشرايين تمد القلعة بالدماء. المرحلة الأولى من التوسع خارج أسوار القلعة انتهت حتى العام 1947،
فكان عدد أحياء أربيل فيها قد وصل إلى 9 بمساحة معمورة بلغت 91 هكتاراً ب25,487 نسمة. حسب الصور الجوية المتوفرة على مدينة أربيل أنه كانت المدينة في فترة العشرينيات تحتوي فقط على 5 أحياء سكنية، منها خانقاه وعرب وتعجيل إسلام واليهود، و3 أحياء سكنية قاطنة داخل القلعة. تعد فترة الثلاثينيات بداية التطور في مدينة أربيل. حي تيراوة كان أول حي ينمو خارج سور المدينة. ارتأينا زيارة واحد من أقرب الأحياء من سور القلعة ومن ضمن أقدمها حي خانقاه، المتفرع بصورة مباشرة عن شارع القلعة المحيط والملاصق له. هل سمعتم بالمنطقة المهجورة التي تقع وسط أربيل؟ إنها بالقرب من القلعة، بالقرب من شارع القلعة الذي يدير القلعة تماما. هذه المنطقة مهجورة تماما من ساكنيها، ما خلا من 3 بيوت فقط. ما سر هذه المنطقة؟ إنها منطقة خانقاه التي لا يوجد فيها أي ساكن، ولا يوجد فيها أي صوت لأي أناس، ما خلا من صوتي فقط. في الحقيقة لم يكن هذا الحي مهجوراً، بل للحفاظ عليه وعلى جدرانه التاريخية، فهو ضمن مراحل التنقيب والترميم. عندما تمشي ضمن أزقته لا ترى سوى الماضي المرتسم على الجدران. هذا الحي لم يتبقى منه سوى اسمه، محلة العرب، حيث لا يوجد فيها أي عربي الآن. ليس لكونهم عرب، لا بالعكس، فأربيل مدينة التعايش، لكن الحكومة سرحت كل المواطنين هنا، فلم يتبقى سوى 3 بيوت أو 4 منازل فقط في هذا المكان، حفاظا على هذا المكان وتراثه وتاريخه القديم. حي العرب هو الآخر قريب من القلعة. ما قصة تسميته؟ في محاولة أخيرة منا للحديث مع ساكن في هذه المنطقة، محلة العرب، أحد الأحياء القديمة في أربيل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل تتحدث معنا؟ نعم. تتحدث عربي؟ اي نعم. عربي أزني؟ اي ما شاء الله. الله شخص في محلة العرب يتحدث العربية وقبل أن يتحدث معنا. حسب معلوماتك أنت نعم. ساكن في هذا المكان. أيوة. قبل كم سنة ساكن في هذا البيت؟ أنا 94. من 94. اي نعم. أكون أحد وجدي كان موجود هنا. كم منزل باقي يعيش في هذا المكان؟ 3 4 موجود بهذا الفرع، وهاي باقي فقط. لماذا؟ الباقي كله معزل. ليش تركوا هذا المكان؟ لأنه رادوا يجددون بس ما صار اجى داعش خربت الشغل. تجديد بس. هو المكان آمن يعني بعيد عن داعش، لكن ممكن بسبب الأوضاع الاقتصادية. الاقتصادي نعم. الأمور الاقتصادية نعم. نعم. طيب لماذا حسب معلوماتك لماذا سميت هذه المحلة بمحلة العرب؟ أنا سامعة كانوا يقولون المختار مالتنا قال حسب اللي مو متواصلين بالاسم اللي يسمونه هنا، واحد يقول أنا أسميه، واحد يقول لا أنا أسميه.
هو صار عركة بيناتهم. اجى كم عرب هنا يبيعون لبن وقيمر يسمون مو عربي؟ قيمر. قيمغ بكردي. اي قيمغ بكردي. يقولون وين صار هذا المكان؟ يقولون يم هذا العرب، وهاي السبب سموه اسم محل العرب. متابعينا، حسب هذا المواطن الذي يسكن هنا وجده يسكن، قلنا لكم أواسط خمسينيات القرن الماضي، سميت هذه بمحلة العرب نسبة لعائلة أو عائلتين عربية سكنت هذا المكان تبيع القيمرة وتبيع الألبان على المواطنين. تعجيل هو حي قديم قسم إلى أتباع الديانتين اليهودية والإسلامية. أيضا هو من تفرعات شارع القلعة المحيط، بعمر يوازي نظيريه العرب وخانقاه. يرجعه بعض المختصين إلى العصر العثماني أو ما قبله بكثير. خلال تجولنا في شارع 30 متر أدى بنا أحد الأزقة إلى هذا الحي، حي تعجيل. هو من أقدم الأحياء السكنية في هذه المدينة، حيث يرجع عمره إلى أكثر من 200 سنة من الآن. هذا الحي هو من الأحياء القديمة كما قلنا لكم، سكنه اليهود والعرب على حد سواء. نحن بالقرب من منزل رقم 1. هذا المنزل هو كما يبدو المنزل الأول في هذا الحي. وهذه الأحياء تعد من أول المناطق السكنية في أربيل بعد القلعة، عندما بدأ الناس بالتوسع ومغادرة القلعة الحصينة والانكماش إليها. جدير بالذكر أن المدارس العربية في أربيل 152 مدرسة، منها 65 ثانوية و87 ابتدائية، أكثر من 75,000 طالب. لن أحتسب توثيقي ما لم أعرج على أقدم سوق في أربيل وفقا لبعض المصادر. إنه بني في القرن ال19 بعد توسع السكان في أحياء أربيل الجديدة في محيط القلعة. يقع في قلب المدينة بالقرب من القلعة، ويمتد على مساحة أرض واسعة. حيث يتكون من مجموعة من الأزقة المتعرجة والشبكية، بمحال تجارية وحرفية صغيرة متداخلة مع بعضها. إنه سوق القيصرية. عبق الماضي وذكرياته وحضارة الحاضر وتطوره في هذا السوق الكبير المحاذي للقلعة. نجد هذه الفسيفساء الجميلة في هذا المكان، يحمل في طياته وفي جعبته هذا المزيج وهذا الخليط بين الماضي والحاضر. ومن السوق إلى واحدة من أشهر الحدائق في كردستان والعراق، بارك الشار، حديقة المدينة، تحتضن الزوار والسواح على امتداد أيام السنة وساعات اليوم. فكل من يزور أربيل لا يحتسب زيارته ما لم يأتي إلى هذا المكان التراثي بطابع العصرية. فترة التوسع الثانية بدأت بالفعل من العام 1948 إلى العام 1957. في نهايتها أصبحت أحياء أربيل 11 بمساحة معمورة وصلت إلى 306 هكتارات ب39,913 شخصاً. ضمت هذه المرحلة
تأسيس شارع 30 مترا الشهير. يعد شارع 30 والذي يسمى بالبارزاني الخالد ثاني الشوارع عقب شارع القلعة الذي يدور حولها. نحن الآن في الطوق الأول من مدينة أربيل بعد طوق القلعة الذي يمتد عمره بعمر القلعة، لكن الآن نحن في شارع 30 متري في تقاطع نوروز. من هذا التقاطع ذهابا ومن ثم نرجع إليه نقطع تقريبا 6 كيلومترات فقط. أبرز معلم حديث في شارع 30 والمطل أيضا على شارع 60 مقر رئاسة وزراء إقليم كردستان. لم ننتهي من شارع 30 فأبرز مرافقه اللافتة حديقتي شاندر ومنارة، وهن 3 ترتبطان بتلفريك جميل يظهر معالم المدينة القريبة. يقع بارك شاندر وسط مدينة أربيل في الجهة المقابلة لمتنزه منارة، يمتاز بهندسته الرائعة ويضم أيضا العديد من الخدمات السياحية وأماكن لجلوس الأسر وشلالات وجداول مياه. هذه الحدائق مجاورة للأخرى، أشهرها بارك منارة لاحتوائه على معلم قديم. وسمي بالمنارة تيمنا بمنارة أربيل الأثرية والتي باتت تشغل إحدى زوايا المتنزه، ويحوي على مسرح كبير يقع في منخفض كائن في الجهة الغربية من المتنزه، يستوعب قرابة 5000 متفرج. الملا الكبير الشيخ نالي أميرة سوران في شارع مليء بالعظماء الكرد الذي يؤدي إلى المنارة. لنعرف ما هي هذه المنارة، تابعوا معي. منارة جولي المنارة المظفرية سميت بهذا الاسم نسبة إلى بانيها السلطان مظفر الدين كوكبري، ويعتقد أنها الجزء الباقي من جامع كبير بني في ذات الموقع. وتقع المنارة على ارتفاع قرابة 37 مترا. جدير بالذكر أن المساحات الخضراء في أربيل تصل إلى 532 حديقة خضراء ومسيجة، من ضمنها 22 حديقة كبيرة، 194 حديقة صغيرة. من العام 1957 إلى العام 1977 قفزت أحياء أربيل إلى 31 حياً سكنياً بمساحة معمورة وصلت إلى 1326 هكتاراً، بعدد سكان بلغ 193,558 شخصاً في نهاية مرحلة التوسعة الثالثة. في هذه الفترة ممكن أن نعتبر أن المدينة عصرها الذهبي. لماذا؟ لأسباب سياسية وكذلك لأسباب اقتصادية. ففي هذه الفترة يعني بعد إحاطة النظام الملكي وظهور أو النظام الجمهوري، أراد النظام الجمهوري والحكومات الجمهورية أن تثبت إدارتها من خلال تقديم الخدمات وإقامة المشاريع الصناعية والمشاريع الخدمية. فمدينة أربيل كان لها حصة من هذه المشاريع. هذه من ناحية، ومن ناحية الأخرى تأمين النفط العراقي عام 1972 أسهم في ارتفاع المستوى المعيشي في العراق، وكذلك أيضا إقامة العديد من المشاريع الإسكان العمودي في جميع المحافظات العراقية، وكان من ضمنها مشاريع إسكان داخل مدينة أربيل. شهدت هذه الفترة إنشاء الشوارع الرئيسة: الشارع الستيني، أربيل عنكاوة، أربيل مخمور، أربيل كركوك. معلومة ربما لا يعرفها إلا القليل أو البعض، لماذا سميت هذه الشوارع شارع 30، شارع 60، شارع 100، شارع 120، شارع 150؟ عرضها يتراوح بهذا الرقم. نحن الآن في شارع 60، إذن عرضه يدل على أنه بعرض 60 مترا. هذا الشارع يعد بشارع الوزارات أو يسمى شارع الوزارات لكثرة الوزارات والدوائر الحكومية التي فيه. تتطلب
ربع ساعة تقريبا عندما تنطلق من هذه النقطة وتدور هذا الشارع بصورة دائرية يتطلب منك 15 دقيقة فقط. شارع حيوي وعظيم يبلغ طوله قرابة 10 كيلومترات تقريبا، وهو الطوق الثالث للمدينة. يحتوي على فنادق ومطاعم ومولات. وبما أننا في ذات الشارع، قررنا زيارة أشهر ملعب في إقليم كردستان. نحن الآن وسط ملعب يعد الأبرز في مدينة أربيل، ملعب فرانسو حريري الذي أنشئ عام 1992. هذا الملعب سمي تخليدا للسياسي الكردي الشهيد فرانسو حريري. الملعب يتسع ل23 ألف متفرج. الملعب من أرضية ثيل خضراء طبيعية. شهد هذا الملعب مباراة فلسطين والعراق عام 2009، مباراة كسر الحظر عن الملاعب العراقية. وكما قلنا أنه شهد في شهر تموز 2009 مباراة بين العراق وفلسطين فاز فيها البلد المضيف 3-0. كانت المباريات حينها بادرة في سبيل كسر الحظر الرياضي على إقامة مباريات تشارك فيها فرق دولية في العراق وعلى أرض إقليم كردستان. وحريري المهتم بالرياضة وإعمار النادي اقترن المكان باسمه. يقابل النادي أعلى برج في عموم العراق وإقليم كردستان تحت اسم زانياري. هذا البرج مؤلف من 48 طابقاً على ارتفاع 591 قدماً، يحتوي على 400 شقة سكنية و400 موقف للسيارات. جدير بالذكر أن عدد المطاعم والفنادق في أربيل هو 857، يقسم إلى 550 مطعماً وكافتيريا وجازينو و307 هوتيلات وموتيلات. المرحلة الرابعة من توسعة أربيل هي الممتدة من العام 1978 إلى العام 1987، وهي 10 سنوات. أصبحت عدد أحياء أربيل فيها 48 بمساحة معمورة وصلت إلى 3667 هكتاراً و445,937 نسمة. شهدت المرحلة الشروع في بناء شارع 40 متراً، وهو الطوق الرابع في أربيل، لكن لنصف دائرة من شارع بيرمام إلى شارع الموصل، فلم يكتمل نهائياً إلا في العام 2001. في هذه الفترة مرت مدينة أربيل بظروف سياسية كثيرة، وكذلك انتشار عمراني كبير. من هذه التطورات كان مثلا نقل جامعة السليمانية إلى مدينة أربيل التي أصبحت الآن جامعة الأم، جامعة صلاح الدين. يعني وجود الجامعة داخل المدينة استقطب طلاب وأساتذة من جميع المحافظات العراقية وكذلك محافظات الإقليم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا بناء لأول مرة داخل التصميم الأساسي لعام 1975 تم تصميم المناطق الصناعية الشمالية والجنوبية لمدينة أربيل، لكن افتتاح وانتشار المكاني لهذه المعامل وهذه المنطقتين كانت في فترة الثمانينيات. يعني إضافة مناطق صناعية وجامعة وتوزيع أراضي بشكل كبير جدا لجميع فئات المجتمع من الشرطة والضباط والعسكريين والمعلمين والمهندسين وأساتذة الجامعة. نحن الآن في الطوق الرابع الذي يحيط بالقلعة، شارع 40 متر، واحد من أفضل الشوارع الموجودة في مدينة أربيل ومن أفخمها. فيه المطاعم والكافيهات والفنادق والبنايات والشركات. هذا الشارع هو شارع 40 متر كما قلنا لكم. لنأخذ جولة في هذا الشارع ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى.
يضم هذا الشارع المربع الذهبي لمدينة أربيل، حيث أرقى المطاعم والفنادق والكافيهات على الإطلاق وبعض البراندات العالمية. لنأخذ جولة في أحد أكبر الحدائق في العراق وإقليم كردستان. نحن الآن أمام ثالث أكبر حديقة في العراق والأولى على مستوى أربيل، إذ تسهم بكميات كبيرة من تنقية الهواء. عندما تمر من أمام هذا المكان سيتغير عندك الجو وتشعر بنقاء الهواء. هذه الحديقة في تسعينيات القرن الماضي كانت عبارة عن معسكرات استخدمها النظام السابق لبطشه وقوته، لكن الآن استثمرها الكرد لتصبح أكبر حديقة في أربيل على مساحة 800 دونم، تسهم إلى حد كبير بجمال هذه المنطقة وبدوام الخضار فيها. نحن الآن على شارع 40 متر بالقرب من المنطقة الذهبية في الغرب من محافظة أربيل. ويحوي متنزه سامي عبد الرحمن على العديد من ألعاب الأطفال والمطاعم ومعرض أربيل الدولي ومكتبة الزيتون العامة والمسارح وعدد من النصب والتماثيل وسينما صيفية وبحيرتين اصطناعيتين. ويعد المتنزه رئة لمدينة أربيل، كونه يعمل على تنقية الهواء لما يمتلكه من مساحة خضراء هائلة بحجم 800 دونم تقريبا. بما أن الشارع 40 يحتوي على أكبر شارع للأطباء في المدينة، جدير بالإشارة ذكر هذه الحقائق المتعلقة بالموضوع. عدد المنشآت الصحية في أربيل 15 مستشفى حكومي، 33 مستشفى أهلي، 283 مركزا صحيا. عدد الأطباء لكل 10,000 مواطن 13، 6 أطباء اختصاصيون، 4 أطباء أسنان، 86% نسب الإنجاب. المرحلة الخامسة من العام 1988 إلى العام 2001. عند نهايتها زادت المساحة المعمورة بالسكان إلى 4944 هكتاراً، وبلغ عدد مساكن أربيل 63,947 مسكناً، فيما لم نحصل على إحصائية لعدد السكان وقتها، وبقيت الأحياء بعددها المقارب للمرحلة الرابعة. جدير بالذكر أن المدارس الحكومية والأهلية في أربيل 2139 مدرسة حكومية وأهلية كردية بعدد طلاب 581,507، بعدد معلمين 39,835، 250 روضة، 33,000 طفل، 2,300 معلم روضة. ضمن هذه المرحلة اكتمل النصف الآخر من الشارع الأربعيني ليكون طوقا كاملا رابعا بما يسمى الآن شارع جولان، من شارع بيرمام إلى شارع الموصل. في هذه الحقبة بدأ العمل على إنشاء الشارع المئوي بنصف دائرة فقط، من شارع بيرمام إلى شارع كركوك. كانت فترة صعبة عمرانية،
العمران تباطأ أو كان بطيء الانتشار، ذلك بسبب الحصار الاقتصادي. حصارين اقتصاديا، الأول كان الحصار الاقتصادي الدولي، وكذلك حصار الحكومة المركزية على حكومة الإقليم. هذه العوامل أدت إلى أنه حركة البناء أو إجازات البناء تكون بطيئة جدا. لكن حكومة الإقليم في هذه الفترة كسياستها الإسكانية قامت بتوزيع الأراضي على فئات مختلفة للمجتمع، منها الفئات وخاصة فئة الشهداء. تطل ضفاف هذا الشارع على مبان عدة، أهمها مبنى الأمم المتحدة، مطار أربيل الدولي، قضاء عنكاوة، مجمعات سكنية مرموقة على مستوى عالمي، فنادق ومطاعم. جدير بالذكر أن عدد دور العبادة في أربيل 1000 مسجد، 7 منها قديمة، 23 كنيسة، مركز ثقافي ومندي للصابئة، بناية المجلس البهائي. وصلنا الآن إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، التي تبدأ من العام 2002 وتمتد إلى العام 2009. هنا قفزت أحياء أربيل إلى 82 واحدا بمساحة تصل إلى 10,300 هكتار، بعدد سكان بلغ 678,261 شخصا. في العام 2007 استكمل القوس الآخر من الشارع المئوي، من شارع بيرمام إلى شارع الموصل. تأسيس هيئة استثمار الإقليم. هيئة استثمار الإقليم وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2006. هذا القانون خدم جميع مناطق إقليم كردستان. عدد المشاريع التنموية اللي تم إقامتها داخل الحيز الحضري للمدينة وكذلك في إقليمها وفي أطرافها فقط خلال 3 سنوات بلغت 86 مشروعا تنمويا. يعني وليس فقط، لا يعني لم يقتصر دور هيئة الاستثمار فقط في مجال الإسكان، وإنما في مجال بناء الفنادق، بناء مدارس، جامعات، طرق، مختلف المشاريع التنموية داخل المدينة. المرحلة السادسة والأخيرة من العام 2010 إلى العام 2020. هنا انفجر عدد الأحياء إلى 152 على مساحة أرض بلغت 23,600 وهكتار واحد. عدد السكان وصل في هذه المرحلة إلى 1,169,442 شخصا. شهدت هذه المرحلة البدء بمشروع شارع 120 في العام 2014 بطول يصل إلى 37 كيلومترا. شارع 120 بداية تطور الحديث لأربيل ما بعد 2003. في العام 2013 أنشئ هذا الشارع. قبل هذا الشارع لم تكن هذه الأحياء موجودة، الأحياء الجديدة لأربيل، المجمعات السكنية الحديثة. كثير من الأمور حدثت مع بداية هذا الشارع وبعد انتهائه. هذا الشارع وشارع 150 يمنع مرور الأشخاص من حولهم. طول هذا الشارع من هذه النقطة ولحين العودة 37 كيلومترا وبعرض 120 مترا. پەنابەر و پەناهەندە نازح و لاجئ کە لە ئەوەی کە لەناو سنووری پارێزگای هەولێر هەیە نێزیکەی 380,000 کەس دەبێت. لەو 380,000 کەسە 120 لەناو کەمپەکان دەژیتن، لەناو مخەیمەکان دەژی. ئەوان تری هەمووی لەناو گەڕەکەکان بە تایبەتی لە دەوروبەری شاری هەولێر لەناو خانووی کرێنیان ئەوانە بەشێکیان خاوەنی خانووی خۆیانن. کەواتە ژمارەی دانیشتوان وەکو باسم کرد 1,800,000 کەس دەبێت. ئەوە سوکانی ئەسڵی شاری هەولێر.
ولەگەر ئەو پەنابەر و پەناهەندانەی کە لە ناو شاری هەولێر هەن جگە لەوانەش مقیمیش هەن خەڵکی مقیمن کە لە بەغدا و شارەکانی تر بە تایبەتی لە پشوەکان ڕوو لە شاری هەولێر دەکەن لێرە یەکەیەکی نیشتی زێبوونیان هەیە بۆ کاتی ئیسراحەت بەدنەسەر خۆی و خانەوادەکانی خۆیان ڕوو لە شاری هەولێر. مررنا بشارع شعاعي يدعى طريق كويا لنشاهد أكبر حديقة حيوان في العراق وإقليم كردستان، ومن ضمن الأوائل في الشرق الأوسط من حيث المساحة. لكبر حجمها لم نستطع التجول فيها دون سيارات الجولف المشحونة المخصصة لهذا الغرض. تحتوي على محميات تدخلها بنفسك، تطعم الحيوانات وتستمتع بالأجواء. كان لإطعام النعام حس يبعث على المغامرة. لكن المواشي كانت أكثر هدوءا. مررنا بمحميات جميلة جدا. وتضم الحديقة نحو 180 نوعا مختلفا من الحيوانات والطيور، ومنها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، كما يتم جلب المزيد من الحيوانات الخاصة والمميزة إليها باستمرار. مشاهدينا، الآن سنذهب إلى الأماكن، واحد من أفضل الأماكن الشعبية الليلية في أربيل. ليس فقط الليلية، هو يبقى على مدار 24 ساعة على مدار 360 يوما في السنة، مكان لا ينام مطلقا. لنذهب إلى شارع الإسكان. شارع الإسكان، الشارع الذي لا ينام ليلة، بأطعمة طيبة وأسعار مناسبة لأصحاب الدخل المحدود. يضج في كل أوقاته بالمارة والسواح. تستطيع في هذا الشارع أن تتغذى على كامل وجباتك اليومية بالكامل ب5,000 دينار، وإذا تحب الطعام أكثر 10,000 فائضة عن الحاجة. أطعمة تناسب أغلب الأذواق. نحن الآن في واحد من أبرز شوارع أربيل، حيث يوصل القلعة بشارع 120. إنه شارع الإسكان، شارع المطاعم والكافيهات وشارع الفنادق. هذا الشارع لا ينام ليلة، إنه شارع يعمل على مدار 24 ساعة على مدار 360 يوما في السنة. شارع الإسكان لذوي الدخل المحدود ولذوي الدخل المتوسط أيضا. جدير بالذكر أن عدد المرافق التعليمية العالية في أربيل 5 جامعات، 33 كلية، بعدد أساتذة 3891، بعدد طلاب 39,470،
عدد المعاهد 8، بعدد أساتذة 428، بعدد طلاب 9583. في العام 2018 وضع حجر الأساس للشارع الاستراتيجي 150 بطول يصل إلى 70 كيلومترا، نفذ منه أكثر من 24 كيلومترا، ما فتح المجال بصورة أكبر إلى إنشاء مجمعات سكنية ومشاريع أخرى خارج الطوق السادس، لتبدأ فعليا مرحلة جديدة. هكذا ابتدأت قصة أربيل، وللختام بقية. شارع 150 مترا، بدأت هكذا الشوارع، شارع 30، شارع 40، شارع 60، 100، 120. إنه الطوق السابع. نرى أن البيوت لا تحيطه، ما خلا من بعض العمارات السكنية والمجمعات السكنية حديثة الإنشاء، وأخرى تدق حجر الأساس. أربيل هكذا بدأت منذ البداية، كان شارع القلعة، ومن ثم بدأت الأحياء السكنية، ومن ثم شارع 60 و40، وهكذا. نحن الآن في الطوق السابع، شارع 150 الذي يبلغ عرضه بطول ملعب ونصف لكرة القدم بطول 70 كيلومترا، المنفذ منه 24 فقط. من المؤمل أن يحيط أربيل، لكن هل هنا النهاية؟ نهاية الإعمار؟ لا، يقال أن هناك سلسلة أخرى من الشوارع ستجرى بعد هذا الشارع، وللحديث بقية. بعد شارع 150 تأتي مساحة خضراء، الجرين بيلت. جرين بيلت تكون أيضا التوسع بها بشكل دائري، أي محيط بالشارع 150 متر. وأهمية هذا الجرين بيلت هو تقليل الكوارث الطبيعية الذي لها تأثير على مدينة أربيل، وتنظيف البيئة من أي شوائب أو غبار. أربيل تسير حثيثا نحو التطور، والخطط تسابق الإنجاز. هل النهاية في شارع 150؟ جدير بالذكر أن معدل إنفاق الفرد في أربيل 211,000 دينار، وللأسرة 1,200,000 دينار. نسبة الفقر 7%.